مكملين بقى في سلسلة اسأل جرافيك سكول. السؤال ده فعلا من أكتر الأسئلة اللي بتشغل دلوقتي الرأي العام، مش بس الشباب بتوعنا. الشباب وأنا بشرح ال AI مثلا في دبلومة الديجيتال أو في الجرافيك ديزاين أو في أي دبلومة من اللي بنديها. أول ما ببدأ شرح في الجزئية دي أول حاجة بيقولوها إيه ده ممكن ياخد مكاني. هو هياخد مكانك ويدوس عليك ويفرمك لو انت ما تعلمتوش صح. لو انت اتعلمت ذكاء اصطناعي واستخدمته في شغلك وخليته يساعدك في كل حاجة بشكل يومي، انتاجك هيزيد بشكل كبير جدا جدا. لو ما اتعلمتش، في واحد غيرك قاعد بيتعلمه وقاعد بيطور من نفسه، بدل ما كان بيمسك بروجكت واتنين في اليوم بدأ ان هو يشتغل على 5 6 بروجكتس. وبالتالي الشركة اللي كانت بتحتاج 5 موظفين في القسم بتاع الماركتينج او الديزاين او ايا كان، ممكن يحتاجوا الواحد بس لو هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هو فعلا هياخد مكانك لو انت ما تعلمتش بذكاء. اسألونا في جرافيك سكول. لو في اي سؤال عندكم كلمونا، وتابعوا معانا سلسلة اسأل جرافيك سكول. يوميا ان شاء الله هننزل فيديوهات بنجاوب على اسئلتكم. اشوفكم على خير.